depression definitely ممكن يبقى safe zone أو comfort zone لحد بيعاني من depression، لأنه في حاجة اسمها depression وفي حاجة اسمها depressive behaviors. depressive behaviors هي الحاجات اللي بتغذي إحساسي بالاكتئاب، فمنها إن أنا ما بشتغلش، مش قادر أشتغل، إن أنا معليش طلبات فما بحتاجش أصرف خالص، إن أنا في حد بيجيب لي أكل لأن أنا مش عايزة أقوم أجيب لنفسي أكل، ولما جابوليش أكل مش هاكل، إنه لو ما حدش كلمني في تليفون أنا مش هتكلم، أو لو كلموني مش هرد فهخسر الناس، إنه في حد بيروح يعمل لي مشاوير عشان مش عايزة أنزل العربية. فطبعا فكرة إن أنا أطلع من الحتة دي أوقات بتبقى مخيفة جدا، إنه بالذات لو قعدت فيها فترة طويلة. أنا لو قعدت في depression فترة طويلة قوي بخاف شوية من فكرة إن أنا أرجع تاني أتعامل مع الحياة وأتعامل مع الناس. طب افرض ما قبلونيش، طب افرض ما عرفتش الاقي شغل، طب افرض ما عرفتش اكل نفسي، طب افرض ما عرفتش اصرف على نفسي كفايه، طب لا هنا خليني في الحته اللي انا فيها. ما بتبقاش مقصوده قوي بالوضوح اللي انا بشرحه ده، انما اوقات كتير قوي اللي بيعطلنا عن ان انا اطلع من الدبريشن او ان انا ارضى اصلا اتعالج من الدبريشن هي خوفي انه انا نسيت انا ايه لو انا مش